ما شاء الله. يعني برضه نفاجئ جمهور الزمالك. عايز اقول بس خبر على فرجاني ساسي والعهده على الراوي بقى. انا جايب الخبر ده من هناك يعني. نخش في الموضوع على طول، نخش في الموضوع. فرجاني ساسي هناك في بعض الشكوك في انضمامه لنادي الدحيل. ايضا الاقاويل ان هو هيروح الريان. من الممكن ممكن يستمر مع الدحيل، الله اعلم، ومن الممكن ان هو يعار لنادي اخر. انا شخصيا لغايه دلوقتي زعلان من فرجاني. لازم فرجاني يجي يقعد هنا، يجي هنا نادي الزمالك يخلص كل حاجه. يا رب انا اتمنى من كل قلبي ان شاء الله ان فرجاني يفضل في نادي الزمالك. وبكره انا بطمن جمهور الزمالك ان حتى الان ان فرجاني يكون في نادي الزمالك، ومن الممكن ايضا يكون في لاعب في الدحيل. يا لهوي على خدود السودا. اسالك سؤال معلش، هل من الممكن والدحيل اعار ساسي ممكن الزمالك يخش في الموضوع الاعاره ده ولا؟ انت متخلف يلا، امشي يلا اطلع بره. انا بكلمك يا خالد، احنا نادي كبير كابتن. انا يعني احنا بنغير على نادي الزمالك. احنا ممكن نعمل كده، احنا كزملكاويه نهدي الدنيا ان احنا نشتغل الفتره الجايه في هدوء. مسؤولين او في اعلاميين او في صحفيين بيشتغلوا على انه متاح ومباح انك تتكلم على كل حاجه لنادي الزمالك. لا، في حاجات احنا مش عايزين نتكلم فيها لان بتجيب لنا حقوق اكتر، وبنعيش في دور ان احنا اتظلمنا فيها، لكن احنا بنكون مش مظلومين. وما نقعدش نعمل تصريحات من شأنها انها تثير الناس. هي دي سبب مشكله نادي الزمالك، هي ابناء نادي الزمالك ورجال نادي الزمالك هم اللي بيأذوا نادي الزمالك للاسف. لك الله يا زمالك. صحيفه فناتيك التركيه بتقول ان جلطة سراي ابلغ اتحاد الكره برفضه مشاركه مصطفى محمد في الاولمبياد. زلزال. ومصطفى محمد لعيب مهم جدا لكابتن شوقي غريب، لعيب مهم جدا 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 لمنتخبنا الاولمبي ولمنتخبنا الاول. يا نهار اسود. يعني حصري عندنا، يبقى ده حصري عندنا. ليفربول ارسل خطاب الى اتحاد الكره المصري يعتذر فيه عن ضم محمد صلاح للمنتخب الاولمبي. يا كابتن شوقي غريب دور على البديل. احنا خلي بالكم بقى، الموبايل ده عمل لنا حاجات غريبه جدا. يعني واحده تعمل لك فيديو ان هي بتعمل مش عارف اكل في اوضه النوم ولا في ايه، واحده حاطه حله وبتاع ومش عارف ايه تعملي كفته في اوضه النوم يا ام نور. تلاقي ملايين داخلين. ايه اللي احنا وصلنا له ده؟ انا عمري ما اشوف الحاجات دي اطلاقا. واحد تاني وواحده تحدي اكل المحشي. انا عملت محشي النهارده، شوف انا هاكل اكتر ولا جوزي. ايوه يا حبايبي، ورجعنا لكم بعد مده طويله بالمحشي التشكيله. ناس بالالافات بيخشوا، بالملايين بيخشوا يتفرجوا. هل احنا يعني ثقافتنا وصلت للمرحله دي يا جماعه؟ هلا هلا على الفانيلا. يبقى كمان في البرامج التلفزيونيه نحط قيمه على الاستضافه. اصل احنا بنطلع واحده مكافحه كولومبوم بكولومبوم بقى. كلام تافه ما يصحش ان احنا ننجرف اليه. اوبا كوتونيل سمع في اوروبا. بقينا عندنا تفاهه مش طبيعيه. هات ابوك انا هزوق. اوروبا طبعا هذا العام. النهارده السلطات الانجليزيه فاجئتنا كلنا، وافقت على حضور 75% من سعه